اجي نوجدو حليوتي اللي وجدتها في ليله العيد دغيا 3 ديال الشكيلات خرجوا ما شاء الله. مرحبا. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه غنبدا بها هو الفقاس. عندي هنا واحد 3 د البيضات بدرجه حراره المطبخ طبعا، وعندي واحد الكاس ديال سكر حبيبات اللي هو سنيده، وعندي كاس ديال الزيت. كنعبر بكاس العنبه اللي هو تياخذ مثلا 100 مليلتر. عندي هنايا درت واحد الساشيه ديال الفانيل، ودرت واحد الساشيه ديال نكهه البرتقال. زهره البرتقال كتعطي واحد النكهه خطيره. وكنخلط المكونات ديالي مزيان حتى كتذوب ليا ديك السنيده. كنزيد طرب حركي يا اختي، وديري شويه ديال السبور ليدياتك هادي ضروري. حنا في الكوزينه راه تنديرو السبور. حركي يديك مزيان على اللوز ديالي مع ديك السنيده حتى كتذوب. كنزيد الزرار عليه هو حبه حلاوه والنافع. بالنسبه للناس ديال الشرق تيديروا اللي هو اليانسون والشمر. وتندير هنايا واحد 3 د المعالق ديال السمسم اللي هو الزنجلان اللي انا حمرته شي شويه. وكنخلط المكونات ديالي. هنا عندي هذا كاس ديال اللوز، غير غسلته ماشي رطبته، هذا غير غسلته بالماء صافي وصفيته وشديته ودرته يعني سور بلاص، ماشي كنرطبه ولا. تندير واحد القبيصه ديال المليحه غير باش كنهرس هذيك الحلاوه. تندير هنايا واحد المعلقه ديال الزبده رطيطبه، ها هي بدرجه حراره المطبخ. فاش كنبغي نطيب شي حاجه بحال هكذا، شي حليوه ولا هذا، كنخرج الزبده كنحطها عندي حدايا في الكوزينه. هنا زدت واحد الساشيه ديال الخماره حمراء، وتنخلط كلشي مزيان مزيان. كنخلط هذيك الزبيده كتكون ندخلها مع المكونات الاخرين وكتذوب. ها نتوما كتجي ساهله فاش كتخدمي بها، دغيا كتذوب دغيا كتنسجم لك مع المواد الاخرين او العناصر الاخرين. هنا كنزيد الدقيق. هنا ما غاديش نقول لكم انا الدقيق شحال تياخذ. علاش؟ لان كاين الدقيق اللي كيشرب الزيت او السوائل، وكاين اللي لا. هنا كندير كنعجن. كتكون هنا العجينه باقي كتلصق ليا في ايديا، ولكن باش كنعرف ان بركه عليها عندي اليد اليسرى اللي انا ما كنخدمش بها، راه كتبقى هي ناشفه ما فيهاش العجينه، وكتيبان ليا القياس ديالها. الا كانت العجينه كتلصق لي محدني انا كنعجن وانا كنقيس بيدي اللي ما فيهاش العجينه حتى كنلقى العجينه ما كتلصقش ليا في اليد الاخرى ورطبه، وكنعرف بانه صافي هكذا بركه عليا من الدقيق. وتنعجن مزيان صافي. ها نتوما هذا نوريكم، ها هي دابا انتوما هذه باقي كتلصق ليا انا. ما تشوفوهاش هكذا كتفرتك هذيك، لان فيها انا كنبغي القوام ديال المعقول في الفقاس. ما كنبغيش غير نشمشمو شويه 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 شويه، لا. انا كندير القوام في الفقاس حلاويه كلهم. الحلاوه الحمد لله لا اللي كنصايب لداري ولا اللي كنصايب للناس، كندير فيهم القوام وكندير يعني كنخدم بضمير. ها نتوما شتوها كنكركبها بحال هكذا، نديرها حريبلات هكذا بشويه عليا حتى كنقادها مزيان. وتنكون مسخنه الفران غير من التحت. الناس اللي يتشلخ ليهم او تيتفرقع عليهم الفقاس كيولي كله مشقق، غنوريكم الطريقه باش كيجيك مقاد ما كيتهرس، يعني ما تيتشقق ما والو. هنا من بعد ما حربلتهم ها نتوما شفتوا راه كيتحربل بسهوله. ها نتوما ما يخرج الماء. كاين اللي كيعجن الفقاس وتيخرج ليه منه داك تيتعزل الكاوكاو او اللي دار اللوز والزرع تيتعزل ليه على العجينه. انا هنا ما تعزلش الحمد لله، انت حربلته كيف ما هنا درت واحد الصفر ديال البيض، ودرت معاه واحد الملعقه صغيره ديال النسكافي. وعرفتي اشنو زدت معاه؟ واحد القطيره ديال الخل، هي اللي زدت معاه. ما درتش الحليب، درت قطيره ديال الخل. وكان ندهن هادوك الحريبلات ديالي كاملين، كندوز عليهم الفرشيطه بهذه الطريقه هذه باش تيجو مزوقين وزوينين. ومن بعد يا لاله غتسالي يكون الفران سخون، وكنسخنو كنولي نخدمو غير لتحت. وهانتوما كنتقبو بشي عويد هكذا ديال بحال ديال الاسنان، تنتقبو هكذا باش كيتهوى ما تيتفرقعش. هذا هو السر اللي يخلي لك الفقاس انه ما يتفرقعش ويجي مجموع. ها هو طاب، ها هو ما مفرقع ما والو، ها هو. ها نتوما ايوا كنشد واحد المسلي هو يكون ماضي. انا كنستعمل هذا واخا كنقطع به الخضره وكلشي، ولكن سبحان الله العظيم تيبقى ماضي. لاني خرجت للسوق صراحه، يعني انا تزيرت هذا العام. ما بقاش لي الوقت فاش مع لي كوموند ديال الناس وهذا. قليل اللي سميتو صايبت ليه الفقاس.
الموس ما عرفت فين داز ليا اللي هو جديد باش قطعت الفقاس ديال الناس، لقيت غير هذا وهزيتو ديبانيت به. ها نتوما جاني الفقاس هكذا، تنعاود نسخن الفران وكنعاود نديرو حتى كيتحمر من التحت ومن الفوق، وتيكون صافي راه طاب وواجد. والمذاق انا ما بغيتش نقول لكم راه المذاق واعر وخطير. غندوزو للشكل الثاني اللي هو عندي مثلا، عندي هنايا درت انايا واحد الكاس ديال الكركاع وطحنته، وعندي كاس ديال اللوز حتى هو طحنته ولاو بودر هكذا، وعندي هذه واحد الباكيه ديال البسكوي كيف ما كان باكيه ودرتها طحنتها حتى هي، وشديتيها لاله درتهم في اناء خلطتهم، وكنزيد عليهم دابا هذا كريم كراميل اللي هو ديال نيستلي، اللي هو الحليب المحلى جبتو بالكراميل وخلطت المسائل ديالي كاملين، وجاتني العجينه بحال هكذا. هي الحشوه جات هكذا زوينه. هاد الحليوه هادي راه ما نقولش لكم، انا كاينين عندي في الدار اللي ما تياكلوش الحلوه وذاقوا هادي ماشي غير حماقوا عليها، اول مره تعجبهم شي حلوه. كاين عندي في الدار ما تياكلوش الحلوه نهائيا. كندير كويرات بحال هكذا على هذا الشكل، وكنهز الشوكولات الابيض، كنشوف قوالب بحال هادو ديال السيليكون، وتا عندي انا جبت 3 ديال الشكل ديال القوالب. باغيه نتفنن، انا عجبتني الحشوه فاش دقوا الحشوه وهذا، وقلت بلاتي ندير 3 ديال الشكيلات ما فيها باس نوعوا. وطبعا في الفينيسيون راني درت يعني كل شكل درت ليه فينيسيون ديالو باش هكذا كندير يعني اشكال مختلفه. يعني هذيك درت غير الشوكولات الابيض بوحدو، وهذا القالب الاخر كنهز البيستاش كنقسمها على جوج، حبه ديال البيستاش كنقسمها على جوج وكنديرها في القوالب، وكندير عليها شويه ديال الشوكولا الابيض اللي انا ذوبته، ودرت معاه واحد الملعقه ديال زيت المائده. وهنا كنكب بحال هكذا ونحاول نقاد هذوك البيستاشات كيجيو هادو غير تيكسروا لنا داك اللون الابيض. وعندي قوالب اخرين ديال على شكل قلب درتهم، كنهز ديك الحشوه ها نتوما كنعمر بحال هكذا، كنحاول نضغطها شي شويه، ولكن الشوكولاط راه درتو هو الاول في الثلاجه حتى بردوا لي دوك القوالب وكرم هذاك الشوكولاط. عاد باش خديت ودرت هكذا هاد الحشوه اللي فايت صايبنا، كنصايبها مزيان في هذوك القوالب. ها نتوما درت تشكيلات وكنخليه في البلاصه هادو كندوب الشوكولاط يا اما الابيض او الاسود، انا كنبغي نوع وتنبغي يعني الشكيلات يكونوا هكذا مختلفين وزوينين. كنبغي نوع هنا وهنا. درت هنايا الشوكولا الابيض وعفوا الشوكولا النوار، وذوبته حتى هو مع قطره ديال الزيت ودرته في الثلاجه حتى بردوا هذوك القوالب، راه ما تياخذوا الا شي 10 دقائق وكتخرجهم دغيا. وهنا صافي هاني خرجتهم وغادي نوريكم الديزاين الاخر. هنا غادي ندوزو لحبيبتي ومعشوقتي ريش بوند. كنديرو 3 د البيضات، ودرت هنا كاس ونص ديال سنيده، درت واحد الكاس ديال زيت المائده زيت نباتي. هنا كنقطع الكاس اختي، الزيت غاليه خاصنا نقطروا ما نضيعوش النعمه. درت هنا واحد الساشيه ديال سكر الفانيل، ودرت واحد الملعقه كبيره عامره مزيان ديال الزبده درجه حراره المطبخ، ودرت هنا قشر الحامض. جات خطيره 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 بقشر الحامض، انا ما فاش كنديرها بقشر الحامض، ولكن الصراحه جات زوينه. كندير فيها بعض المرات قشر البرتقال، هنا درت فيها قشر الحامض، جات خطيره جدا جدا جدا. كنخلط المكونات ديالي مزيان 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 حتى كتذوب لي ديك الزبيده وتخلط لي الزيت مع السكر سنيده، كنخلط مزيان. خلطي يا حبيبتي، كي قلنا الكوزينه راه فيها السبور، كنديرو اختي الرياضه في الكوزينه. زيدي خلطي ليا يا حبيبتي مزيان 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 مزيان، حركي ليا دوك اليديات. او من بعد كنزيد الدقيق النيشان. كي قلنا انا ما كنعطيش المقدار ديال الدقيق لان الدقيق فيه وفيه. كنخلط وكنزيد حتى كنلقى العجينه باقي كتلصق ليا في ايدي وكنشوفها تجمعات، كنقيسها باليد الاخرى اللي ما فيهاش العجينه، فاش ما كتبقاش تلصق ليا في اليد اللي ما فيهاش العجينه هكذا راه انا العجينه ديالي هي هذيك. وكنزيد واحد الساشيه ديال الخميره الحلويات اللي هي البيكين باودر. انا كنحاول نشرح للناس حيت الناس ديال الشرق باش يفهموني. ها نتوما شفتوا دابا كنقيسها بيدي اللي ما فيهاش العجينه، هي ما كتعجنش او ما كتلصقش ليا في يدي. وكنجمع الى لا كنكورها هكذا بشويه. بالنسبه للناس اللي كيديروا الكوموند كتستعملي يا حبيبتي الميزان. شوفي الريش بوند
او الغريبه ديالك شحال كتبغي فيها وشحال من حبه غتخرجي، فهمتيني، وشحال من حبه بغيتي تكون لك في الكيلو. هنا انا بغيتها هذه غير لداري، كندير غير تنكور وعارفه عيني ميزانيه. نتوما الحبيبات كلهم كل الكويرات ديالي جاو قد كنديرها في الفران، نشعل ليها لتحت حتى كتحمر شي شويه، من التحت كطيب، وكنشعل ليها الفران الفوق كتحمر غير شي شويه، واحد اللون ذهبي خفيف. وكنخرجها هنا، درت الكونفيتور ديال المشماش وزدت معاه واحد نص كاس ديال الماء ودرته فوق البوطه. ها نتوما نحرك مزيان هو الاول حتى كندخل المشماش مع الماء كينسجموا ليا. عاد كنديرو فوق البوطه نديرو حتى كيغلى، عاد باش كنهبطو. هنا كناخد الطبسيل اللي انا غادي ندير فيه او البانيو اللي كاين، اناء المهم كديري فيه الكوك وتنحطو على جنب، وناخد البواطه او لا شوفوا فاش غادي ديروا. كنفرش لها هو الاول واحد شويه ديال الكوك باش هكذا كيبقى ديما الكوك. يعني انا فاش كنساليها راه كنرش عليها باقي الكوك من الفوق، باش يعني الطبقه اللي كنحطها كنعاود نحط عليها الكوك باش كتبقى هي مشبعه بهذاك الكوك واللي ما لصقش فيها. وانتم كديروها في الكونفيتير يلصق فيها من بعد ما كتحطوها في البواطه. كنبغيها مشبعه مزيان بالكوك اللي هو جوز الهند. عندي هنايا من بعد ما برد ليا الكونفيتير ديالي كنشدو كنحط فيه هذيك الغريبات وكنشد. بغيتي ديريها وحده وحده ديريها، ما بغيتي انا كنبغيها هكذا وحده تلصق مع اختها. نلصقهم مزيان، كندوز كنحطهم في الكوك اللي هو جوز الهند باش كلشي يفهمني. كنشد كنكوها فيها مزيان مزيان مزيان، نكب عليها الكوك. نحاول يعني انا هنايا غير باش كنوريكم انا في الخدمه فاش كنخدم انا راني كنسربي وتنضغط على الكوك باش تشبع كوك مزيان. وكنحط في البواطه، ها هي مفرش ليها الكوك، كنحط كنسالي كلشي وكنقدمها. اذا عندي هنايا ها نتوما عندي الريشبون ديالي كي ولات، وهذاك راه شوفوا الديزاين اللي درت والشكل الاخر. والفقاس هنا كنبغوه محمر شي شويه باش يجي الصراحه المذاق ديالو تيجي خطير. وبصحتكم وراحتكم احبائي.